عايز تركب عربية، عايز تروح المالديف وتشوف الحياة، شايفك يا فقيري جعان أو مشفرة، وكانت العقوبة كانت الحبس وغرامة تتراوح ما بين مليون ل10 مليون جنيه مصري. تمام بقى، هل ده بقى حرام والّا حلال؟ طبعًا زي ما قُلت لك الفيديو اللي فات، هي حتى الآن محيرة هل دوّة حاجة استثمارية والّا عملة ممكن الناس تستخدمها. طبعًا فهّمتك إزاي سوق العملات الرقمية متخلِّف قد إيه، وإزاي بيطلع وبينزل بشكل مرعب أنت ما تقدرش تمسكه أو تحدده بحاجة معينة، والعملة حتى الآن ما لهاش أي مصدر أو بنك أو حكومة دولية بتتكلم عن الحوار دوّة. بس آخر تحديث قُلته لك إن العملات الرقمية بعد كده هينزل من بنوك مركزية كدول كتيرة. شرحت لك الحوار ده الفيديو اللي فات، وإن مصر كمان من البنوك المركزية اللي هتنزّل عملة رقمية. ومن هنا ساعتها هيقول لك إن العملات الرقمية عادي إنك تشتريها، لإن هنا هتبقى من بنوك مركزية بجد قدّامنا. ولحد ما الحوار ده يحصل أنا من أوائل الناس اللي هتطلع تقول لك اشتري عملات رقمية واستثمر فيها وهنشتغل في الحوار ده سوا. وطبعًا برضه هنا اجتمعوا أغلبهم على تحريمها، لإن برضه عايزين يعرفوا مصدرها، ما لهاش أي مصدر، لحد كمان ما تبقى عملة أساسية ويتعرف لها مصدر معين، وكمان تزيد شيوع بين الناس. وهنا في العملات الرقمية السوق اللي بيتلاعب كتير أوي، وهنا بيدخلنا في حتت من حتت المضاربة وبرضه في حتة القمار. وبالمناسبة كان بيتكلم عليها برضه الشيخ عبد الله رشدي، الحتة ديّة هاحط لك الفيديو بتاعه برضه تحت في الوصف، يبقى راجع ورايا. قبل ما اتكلم بقى عن شوية أسئلة وحاجات كمان بتدور في دماغك أكيد، هاقول لك برضه عن إيه هو بقى تداول الأسهم ده. وطبعًا هنا هو بيستثمر في الأسهم عادي، وبالمناسبة هاتكلم في حوار الاستثمار دوّة قريب أوي عشان في حوارات كويسة كتير قدّام، بس هافهمك الحتة دي دلوقتي. وده بقى بيحصل إزاي؟ عن طريق هنا إن بتبقى في شركة جاية جديد وهتقول لك مثلًا إن إحنا هنعمل اكتتاب في سوق البورصة، وإنها محتاجة أسهم بسعر 5.000.000 جنيه مثلًا. يوم كذا هيفتحوا العرض ده والكل هيشتري. وفعلًا بييجي يوم كذا وكل بيشتري دِب، دِب، دِب اجري اشتري. وطبعًا الفلوس دي بتدّي دفعة جامدة للشركة وبتخلّي الأسهم تضرب في السقف. وممكن بقى أنت بحريتك برضه بعدها بفترة مش قصيرة أوي، بس في نفس الوقت إن أنت ممكن تلاقي فلوسك اتضاعفت والّا حاجة في الشركة، وأنت برضه قرارك إن أنت ممكن تبيعها، أنت خلاص أنت مبسوط بالمكسب ده. وممكن برضه إن الشركة مع الدفعة اللي هي طلعتها ديّة تروح واقعة، الأسهم تقع على وشها تاني وبرضه أنت تخسر. فدي بتبقى اسمها المضاربة، ودي برضه اللي عليها اختلاف هل هي حلال والّا حرام، عشان بتخش برضه في حتة من حتت المؤامرة زي ما قُلت لك. وده مش حوارنا دلوقتي. بالنسبة بقى لتداول صناديق الاستثمار، ودي حاجة أنت ما بتشتغلش فيها، أنت عبارة عن بيبقى صندوق استثماري مجمّع أكتر من شركة، وأنت بتحط فلوسك فيه أكنك بتدّيها مثلًا لخبير اقتصادي، وهو اللي بيبقى مسؤول عن الصندوق ده. وهو بقى اللي بيقرر هو هيحط فلوسك هنا وهيشيلها ويحطها هنا وهكذا. وبيبقى الربح عليها قليل شوية، أقل من الأسهم العادية. هنتكلم عن دي في فيديو الاستثمار مش دلوقتي. تيجي بقى أول حاجة تيجي في دماغك، طب يا عم لو أنت بتقول علينا إن الشركات نصابة وكل ده نصب وبيتنصب علينا، إزاي في ناس مطلّعة منه فلوس زي الرز؟ وهنا بقى تيجي الترِكّة، والحوار ده طالع وراه لعبة كبيرة أوي بتحصل عليك أنت يا معلم. إزاي بقى؟ وطلع بقى أغلب دول يا معلم مش شغالين بالتداول أصلًا، شغالين بالaffiliate marketing أو التسويق بالعمولة. إزاي بقى؟ عن طريق اللي هم بيعملوا تعاقدات وحسابات في حتّة تانية أصلًا بس تبع الشركة ديّة، بحيث اللي هو كل ما يجيب ناس أكتر كل ما ياخد فلوس أكتر. وهو ده بيبقى على العقد، هات لي مغفّلين هتاخد فلوس. وفي الآخر طلع اللي قدّامك دوّة ولا متداول ولا حاجة، وييجي يقول لك بقى أجور المتداولين ومش عارف إيه وعاملين لك شغلانة، ويقعد يعظّم لك في الشغلانة وخلاص عشان أنت عينك تلمع وتطلع تجري ورا الحوار. يا عم ماشي، ده بيبقى في ناس طالعة بأصول وفِلَل وعربيات، كل ده بمجرد بس إنه بيسوّق بالعمولة. لأ يا معلم عادي، ده مجرد إعلان ومدفوع لأجر واستوديو بقى وحركات وبتاع، أول مرّة تعدّي عليك يعني. المهم هنا والشعار بتاعهم هات مغفّلين أكتر، تاخد فلوس أكتر ودلّعني يا معلم. لأ وكمان إيه، دول بينصبوا على المسوّقين نفسهم أساسًا، ويدّوهم ربح من الفلوس المحطوطة بس. فإيه اللي بيحصل بقى هنا؟ مثلًا لو حط $100 عن طريق شخص معيّن ما بياخدش عنده أي ربح، أول ما بيخسر من ال$100 دول $50 مثلًا، بيبدأ ياخد ربحه من ال$50. حلو. لو كسب بقى من $100 دول 150، أنت برضه لسه ما بتاخدش ربح. خسر ال$50 اللي هو كان كاسبهم، برضه ما لكش أي ربح. أنت هنا بتكسب من ال$100 اللي هو حطّها بس. لو خسرها كلّها بتبدأ أنت بقى تاخد إيه، تاخد الربح بتاعك وإيه، وينقّطك بقى بمعنى أصح. بس الحوار دوّة بقى بيطلّع فلوس جامدة أوي. لو أنت بقى عايز تبقى نصّاب وتنصب على الناس، خُش يا معلم في الحوار ده براحتك. وبرضه هنا كان شارحها واحد اسمه مصطفى هشام، وهاحط لك برضه الفيديو برضه بتاعه تحت في صندوق الوصف. الفيديو كان كويس شويتين 3، رغم إنه برضه في الآخر ماركت للكورس بتاعه بتاع الفوركس، وقال لك فوركس حلال وكده. ولسه أنا ما شُفتش الكورس بتاعه ولا عرفت هو بيتعمل على إيه، عشان كده مش هاحكم على الكورس بتاعه. بس الفيديو الصراحة كان كويس. وأخيرًا بقى في آخر الفيديو الطويل دوّة اللي مش عارف هيبقى جزئين والّا جزء واحد، ولو وصلت لحد هنا يبقى أنت أكيد اقتنعت بكلامي ومكمّل في الحوار ده. نصيحة مني بقى كبّر دماغك من الناس دي كلّها، واللي يقول لك هتطلّع فلوس بسرعة وتطلّع فلوس من تحت الأرض وبضغط الزراير،
ومش عارف هتجيب كام دولار من التليفون والشغل اللهبل ده. انا عارف ان الحاله صعبه وطايله الكل، والحاله من الاخر زي الزفت على الكل، مش عليك انت بس انت بطل تخش على انستا كتير. طور من نفسك واشتغل كتير وتعلم كتير، واي حاجه تيجي قدامك اتعلمها، واي حاجه في مجالك بالذات في الكمبيوتر والاجهزه برضه اتعلمها. ده لازم تعمل كده، مش حاجه انت تكون بتحبها او كده يعني، لان الموضوع بجد اخطر مما تتخيل. وما تسيبش دماغك تسوحك للناس بتوع الثراء السريع ومش عارف ايه والشغل ده كله، لان ده مش هينفعك قدام. واي حد دلوقتي بيفهمك ان الفلوس بتيجي بالساهل، اعرف ان انت اللي بتجيب له فلوس مش انت اللي بتعملها. وقانون كده لازم تحط في دماغك، اي سلعه مجانيه شايفها بتتباع قدامك اعرف ان انت السلعه مش هي. وعرفني في الكومنتات انك وصلت لحد هنا وكملت كلامي للاخر، ابعت كده اي ايموجي مميز اقدر اعرفك بيه وارد عليك في الكومنتات عشانك انت مخصوص. بقول لك يا اسطى ان بجد بحبك، وانك قدرت الفيديو وقدرت كميه التعب اللي انا تعبتها فيه، كميه الوقت اللي خدتها عشان افصص لك الحوار بالمنظر اللي انت شايفه ده، رغم انه ممكن ما يتقدرش بس عادي يعني. المهم شكرا جدا ليك لو انت وصلت لحد هنا. وبس كده نكون خلصنا الفيديو، ورب نكون فدناكم. ما تنساش العمل باللايك والشير والاشتراك بتوعك، ومع السلامه.